السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. سنه سعيده عليكم وتحققوا فيها كل اللي نفسكم فيه. النهارده عملنا صينيه الفراخ الجميله دي، سهله وسريعه وما خدتش معانا وقت للستات اللي هي بتشتغل ومستعجله وما عندهاش وقت الاكل، او لو جالك ضيوف فجاه وانتي مستعجله. وان شاء الله باذن الله تعجبكم جدا. وتعالوا يلا نشوف هنعملها ازاي. عندي فرخه، اخدت الصدر بتاعها عملته بانيه، فاتبقى الوركين دول والجناحات والكبد. وعندي 3 طماطمات وقرن فلفل كوبي، ده اختياري مش اجباري. كان عندي 4 كوسات في التلاجة، وعندي 4 بصلات صغيرين لان البصل اللي عندي صغير، وفصين توم مهروسين، والتوابل بتاعتي فلفل اسمر، ملح، كزبره ناشفه، ورق لورا، حبهان، بهارات لحمه، جوز الطيب مطحون. البهارات اللحمه وورق اللورا والحبهان اختياري مش اجباري، بس فعلا بيفرق في الطعم. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. دلوقتي انا هجيب الفلفل الكوبي بتاعي هقطعه دوائر رفيعه، لو عايزه تبشريه ماشي، بس انا بحبه هنا دوائر رفيعه علشان هيديني طعم احلى وشكل احلى. دلوقتي انا عملتها هو دوائر، هعمل برضو الطماطم شبهه كده، اقطعها دوائر. بسم الله. بسم الله. دوائر رفيعه، لو عايزه تخرطيها برضو عادي او تبشريها ماشي. دلوقتي انا قطعتها هو الدوائر، هقطع برضو البصل دوائر. بسم الله. دلوقتي بقى هنزل بالثوم، انا خرطت البصل، هنزل بالثوم والتوابل بتاعتي. بصوا بقى حبايبي، الاكله دي سهله جدا وسريعه. ليه بقى؟ لو انا بشتغل ومستعجله ولادي زهقانين من الاكل ومش عاجبهم، انا بقى دلوقتي هخلط كل المكونات دي ببعض جامد مع التوابل. ولادي زهقانين مش عاجبهم الاكل، والله العظيم بتفرق كتير. ومش شرط تحطي كوسه، لو عندك اي خضار تاني، بطاطس، فاصوليا، بزله، وهتلاقي طعمها روعه وهتعجب ولادك جدا. يلا بينا نشوف بعد ما نعمل بصل هنعمل ايه. دلوقتي انا اللي خفضتهم كلهم مع التوابل، هاجي بقى على الكوسه بتاعتي اعملها. بصوا انا بحبها كده صراحه، اعملها بالشكل ده. وصدقوني والله العظيم لو ولادك مش بيحبوا الكوسه زي ولادي هيحبوها، لان ولادي ما كانوش بياكلوها اصلا، انا الوحيده اللي بحبها. ولما عملتها لهم بالطريقه دي مع الفراخ اكلوها وكانت روعه جدا. دلوقتي دي الصينيه بتاعتي، انا بقى هنزل عليه فيها الكوسه هي كده كده، وانزل عليها شويه من الحشو اللي انا عاملاه، ليه احطها زي كفر من تحت تحمي الفراخ بتاعتي. دلوقتي انا حطيت نص الحشو اهوت على الكوسه بتاعتي، وافردها في الصينيه. انا نقلبها بس مع بعض كده اهوت. هاجي بقى اجيب بقى اشوف الفراخ بتاعتي هنعملها ازاي. انا بقى هجيبها، انا هقسمها، يعني هفصل الدربوشه لوحدها والجزء اللي فوق لوحده. ايوه كده. الفراخ دي انا اصلا كنت هعمل بالليل في ملح بخل، ميه بملح بخل بالليل في ميه بملح بخل بدقيق اهو. انا دلوقتي قطعتها كده، هاجي بقى هنا شايفين دي هعمل فيها فتحه صغيره كده واحطها على الحشوه بتاعتي. ودي برضو اهي الجزء اللي انا قطعته من فوق هعمل فيه فتحات صغيره كده. تعالوا نشوف هنعمل الباقيين ازاي. هنا بقى حبايبي انا هجيب الفراخ بتاعتي اقلبها شويه في الحشوه اللي باقيه كده، ايوه، وهرصها في الصينيه. هجيب التانية دي كمان كده اهو، واقلبها كده اهو، احطها في الصينيه. هاجي دي اعملها برضو كده. وهنا برضو هحط شويه من الحشو كده بسيط هنا فيها، تخلي طعمها حلو جدا والله هتعجبكم. احطها في الصينيه كده واكمل الباقيين والجناحات كمان. ليه؟ انا عايزاها تشرب ملح وتوابل من اللي انا حطها في الصينيه. دلوقتي ده حبايبي شكل الصينيه بتاعتنا بعد ما رصيت فيها الفراخ. هنزل بقى ببقيه الحشو عليها، شايفين، وهقلب. صدقني الفكره دي بتفرق في الطعم جدا، وهتخلي روعه كانك بتاكلي فراخ مشويه من بره وطعمها حلو جدا. يلا بينا نشوف هنحطها ازاي على البوتاجاز. دلوقتي ده حبايبي انا هحطها على النار على البوتاجاز من فوق لي على نار متوسطه، عشان لو انا بشتغل مثلا مستعجله جالي ضيوف على غفله الحق اخلص اكلي بسرعه. اول ما تستوي احطها في الفرن واشغل عليها الشوايه 5 دقايق تاخد لون. يلا بينا نسيبها على النار لحد ما تستوي. دلوقتي يا حبايبي احنا هنشوف الفراخ بتاعتنا وصلت لحد فين.
يا على الريحه الجميله. دلوقتي هي كده بقت معانا كويسه اهي. هنشوفها. ايوه بسم الله. واستوت اهي معانا حلو. يلا بينا بقى نحطها تحت الشوايه 5 دقايق لحد ما وشها يحمر. دلوقتي انا هحطها في الفرن اهوت على الشوايه لمده المهم 5 دقايق بقى على حسب الشوايه بتاعتك برده، لحد ما الوش ياخد اللون اللي انا عايزاه. بقى حبايبي انا هشوف الفراخ بتاعتي عملت ايه. الله على الجمال، ولا الريحه بتاعتها روعه. يلا بينا نشوف هنقدمها ازاي. ده حبايبي شكلها بعد ما طلعت من الفرن. انا بحبها صراحه تبقى محمره كده، يعني تاخد الدرجه اللي هي تبدا تتحرق شويه، بتدي طعم جميل جدا وبتحسي ان انت بتاكلي زي كانها فراخ مشويه. يلا بينا نشوف هنقدمها ازاي. دلوقتي ده حبايبي بعد ما قدمناها شايفين شكلها عامل ازاي، وحاطين هنا خضار جنبها. كنت عامله جنبها رز بالشعريه وسلطه. بالف هنا وشفا، ويا رب يا رب تكون وصفاتي عجبتكم. ولو عجبتكم ما تنسوش الاشتراك والتعليق في القناه بتاعتي. مع السلامه.